أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة عندنا طريقة جميلة جدا لعمل الفايش الصعيدي. يلا نشوف المقادير مع بعض. ودي المقادير بتاعتنا. ممكن نستخدم زبدة أو سمنة على حسب الرغبة. هنبتدي الأول حاجة نحط في الدقيق بتاعنا السمسم والخميرة ورشة الملح والمحلب ونقلبهم كويس، ونحاول نقلب الدقيق بطريقة متواصلة عشان ندخل جواه هوا. وعندنا كوباية سمنة أو زبدة بدرجة حرارة الغرفة، ونبتدي نقلبهم مع الدقيق، نفركهم بإيدينا أو بمضرب سلك زي ما نحب، ونتأكد إن تقريبا السمنة أو الزبدة اتقلبوا كويس مع الدقيق. عندنا حوالي كيلو إلا ربع لبن. اللبن يكون دافي ولا سخن ولا بارد. هننزل بالسكر بتاعنا حوالي نص كوباية السكر والمعلقتين الكركم، ونقلبهم كويس لغاية ما نتأكد ان الكركم والسكر تابوا تماما في اللبن. وبعدين هننزل باللبن اللي مدوبين فيه السكر والكركم على الدقيق بتاعنا، ونقلبهم لغاية ما تشكل معانا العجينة. والعجينة بتكون طرية، مش ما بتلزقش في الايد ومش ناشفة. وده شكلها تقريبا. لما نيجي نعجن باللبن لو احتاجت شوية دقيق تاني ممكن نزود لغاية ما تبقى تاخد القوام ده تقريبا، ونسيبها تخمر مش اقل من ساعتين. ودلوقتي هي كده خمرت معانا، وهي بتكون طرية جدا وهشة وما بتلزقش في الايد زي ما حضراتكم شايفين. هنبتدي نلم العجينة بتاعتنا ونحاول نقسمها زي العيش الفينو بالطول، او على حسب رغبة كل واحد فيكم يعني. هنبتدي نلم العجينة ونقسمها لقطع، وكل قطعة نعملها بالطول زي العيش الفينو. هنفصلها، هنحطها في صينية مدهونة خفيف بالزيت، وبعدين هنفصل بين كل واحدة والتانية بورق فويل. لو مفيش ورق فويل ممكن نحطها في قوالب. اهم حاجة ان العجينة ما تفرش وتعلى لفوق، يعني نحجز بينهم عشان العجينة ممكن تفرش. دي بتمنع ان العجينة تفرش وتعلى لفوق. هنحطهم على الفرن على درجة حرارة هادية 170 أو 180 بالكتير لمدة نص ساعة، ساعة إلا ربع. وفي النهاية ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. هنسيبها ترتاح وبعدين نبتدي نقطعها. أهم حاجة نسيبها تبرد حوالي ساعة أو نص ساعة قبل التقطيع عشان تكون جمدت معانا وما تفرولش واحنا بنقطعها. دي تركاية مهمة لازم نعملها. هنبتدي نقطعها بالورب زي ما حضراتكم شايفين. ودي في النهاية بعد ما احنا قطعناه هنبتدي نقلبها بالشكل ده ونرصها في صينية. يفضل ان الصينية برضو تكون مدهونة خفيف جدا بالزيت، وندخلها على الفرن على اي درجة حرارة احنا نحبها، 180 او 200. واي درجة تحميص برضو احنا نحبها على حسب الرغبة. ممكن نحمصه بالشكل ده او ده. وفي النهاية يا رب تجربوه، ويا رب يكون الطريقة سهلة وعجبت حضراتكم. بتمنى الفيديو كان عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة. وممكن تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة أمام حضراتكم، وانتظروا المزيد من الأكلات الجميلة على مطبخ السعادة.